انا مثلا عندي واحد المشكل في الكتف ديالي عبر واحد المحاوله كرويه هذه 15 عام، وانا ذاك كتفي دائما تيتهرس بشكل يعني تلقائي. لوكساسيون قويه. وانا اللوكساسيون هذه جاتني في بريطانيا وفي امريكا وفي فرنسا، ومكنتني من مقارنه الانظمه الاجتماعيه وطبعا في المغرب، ومكنتني من مقارنه الانظمه الصحيه في هذه الدول. امريكان عيط باش يصيفطوا لي لومبيلونس، قال لي اوكي نصيفطوا لك امبيلونس ولكن تخلص $1000 عاد طلع في لومبيلونس. حيت ما عندكش اسيورونس على ما اظن، لان كنت هناك طالب اوكي مشيت غير سائح. لا الاسيورونس تخلص ولكن خصك تسبقها. دونك الا كنتي طالب وانت عندك 20 عام وغادي امريكان وما عندكش $1000 في جيبك ما تمشيش للسبيطار. اوكي. في بريطانيا عيطت مؤخرا واحد المره، بغيت نعيط للمستشفى العمومي، قالوا لي بلونغ، قال لي واش كاين الدم ولا ما كاينش الدم بحال المغرب، قلت لا ما كاينش الدم، قال لك الطاكسي ولا كار وجيب وحديتك. في فرنسا تصيفطوا لك 2 امبيلونس وتمشي تبات في السبيطار يومين وتلقى 3 الاساتذه من الطب تيقلبوك. وي. فاذا ربما قد يكون بعض الاحيان المبالغه في هذه الانظمه الاجتماعيه وشويه ديال تضييع الفلوس، ولكن المجتمع في حاجه اليها. لان حتى في الغرب موجود هذا النقاش. طبعا المغرب حنا لازلنا بعيدين على هذا الشيء، الله في بدايه تعميم التغطيه الاجتماعيه، بينما في اوروبا وصلت الى هذا الامر هذه من 50 أو 60 سنه. مازال باغي نهضر معك على القضيه ديال الحمايه الاجتماعيه يعني اللي خدام على المغرب، ولكن جاتني في شكل كيفاش انه كتقول ان كاين يعني هجوم على النظام الاجتماعي، وفي واخا هكاك المغرب يقرر انه يمشي للنظام الاجتماعي. ولكن المغرب هو فيان دو لوان كما تنقولوا، يعني ماشي المغرب بعيد جدا يعني وراء هذه الدول. حتى من بعد عاد نشوف ديك المشكل. هذا النقاش ما بين دول عظمى لها باع طويل في الحماية الاجتماعية وفي دعم مواطنيها إلى آخره. نحن دول يعني ما زلنا متأخرين في هذه الأمور، ولكن أنا في رأيي وفي اعتقادي أن مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب ربما هو أفضل مشروع منذ 20 سنة. وأن إذا تم تعميمه بالشكل الجيد وبالطريقة النظرية التي تتحدث فيها الحكومة، سواء الحكومة الحالية سواء الحكومة الماضية، فإن ذلك سوف يكون انتصار كبير للمغرب. الحماية الاجتماعية هي قد تكلف بزاف الفلوس للدولة، ولكنها تخلق ثروة لا تتخيلها. أعطيك واحد مثال شخصي عشت. عندي واحد صديق ديالي فرنسي، قريت معاه تعرفوا ما دي 20 عام. كنت أنا وياه في فرنسا تشرب قهوة في 2018. قال لي شوف أخويا زكريا، أنا نخرج من الشركة اللي خدام فيها كدير استشارات المالية، نمشي ندير شي شركة. قلت له لا امتحان فرنسا. قلت له ما خايش؟ لا ما خايش. قلت له انتو كرانا يعطوني الشوماج يخلصوني 80% من الصالير ديالي مدة عامين ولا 70% مدة عامين، وعندي لاسيورونس وعندي الصحة. انا ما كانش ممكن نقوم بهادشي، لان نخرج من الخدمه ديالي غدا يولي عندي زيرو ريفينيو، ما كاين لا شوماج التغطيه الصحيه الا ما كنتيش خدام انا هذاك ما عندكش الى اخره. هاد السيد مشى للشركه ديالو هادي واحد العام ناعس الصباح تشوف واحد الارتيكل في بلومبرغ خرج على الصديق ديالي الذي قام بإدخال مستثمرين يابانيين في شركته، وتم تقييمها شركة ديالو ب$4 مليار، أي أكثر من 40 مليار درهم. وأصبح هذا الصديق ديالي عنده الثروة ديال أكثر من $1 مليار، لأنه هو بقى عنده فيها غير شي ربع ولا شي نص، ما بين $1 مليار و$2 مليار. يعني أغنى. كون جا للمغرب كان سيصبح أغنى شخص في المغرب. وهذا السيد هذا مش دار واحد الشركة عرفتي ديك ديال لي كارت ديال الكره اللي كانوا عندنا شحال هذه واش كنا صغار فيها اللاعب فلان مشى هو دارها بالبلوك تشين. اوكي. الشركه ديالو صبحت من اكبر شركات في العالم في الاطار، وداخل معاه كيليان امبابي شريك سميتها القرب الانترنت سميتها سوغاغي او سوغار ديال بلوك تشين. هو فرنسي
هو فرنسي. فاذا باش نعطيك مثال، يمكن عندي واحد جوج ولا ثلاثه اصدقاء اصبحوا اغنياء جدا، قراو معايا في المدرسه بفضل لي نوفيل تكنولوجي وشركات تكنولوجيه. طبعا هما كانت عندهم افكار خارقه متميزه وناس متميزين، ولكن لو لم تكن هناك واحد الحمايه اجتماعيه ما كانوش يمشيو يدخلوا هذا، لان الحمايه الاجتماعيه تعطيك الامان.